أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. وين ما كنتوا عم تتابعونا بكافة أنحاء الوطن العربي، بحب برحب فيكم عبر شاشة القناة المصرية السابعة أو قناة الصعيد. من خلال برنامج جالوري حول العالم رح نتعرف على فنان جديد وبلد جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين. رح ندردش نحن وياكم لفترة من الزمن، إن شاء الله يا رب نكون خفاف عليكم، وإن شاء الله تكون مشاهدة ممتعة ونتابع الحركة الفنية في بلدي، وإن شاء الله يا رب نكون خفاف عليكم. معكم المهندسة الزراعية والفنانة التشكيلية وسام صبح. درست في كلية الهندسة الزراعية دراسة أكاديمية وتخرجت منها بمعدل جيد جدا، وتابعت حياتي العملية والمهنية وما زلت مستمرة إلى يومي هذا. ولكن هذا الشيء ما وقفني ولا لحظة عن متابعة مسيرتي الفنية. فمثل ما بنعرف إنه كل فنان عنده موهبة تنولد معه من عمر الطفولة، من وقت اللي بيكون صغير، وهو بيشتغل عليها وبينميها وبيصقلها لحتى توصل للشكل اللي هو بده إياه، وبيترك بصمته في الحياة. من وقت اللي كنت صغيرة موهبتي بالرسم وحب الألوان واللوحات الفنية، مثل أي شخص مغرم بهالموهبة. فتابعت أو بلشت بعمر صغير برسم اللوحات ورسم الكرتونز. بذكر بعمر الطفولة أو بالمرحلة الابتدائية كنت أشتغل بلوحات الأنمي وشخصيات والت ديزني. كنت مغرمة بشخصيات ميكي وميني، مغرمة بشخصية دونالد داك وأميرات ديزني، وكنت أشتغل بأسلوبي الطفولي المبسط، وتابعت رسمي بهالمجال. حتى بذكر إنه كنا نعمل معارض بالمدرسة، وكانوا ينادوا لي من وقت كنت صغيرة الفنانة وسام. فكانت تقريبا أكثر شيء لوحاتي كانت تعجب المديرة وأساتذتي، وكانت دائما تعلق على الجدران. سنة ورا سنة تابع موهبة الفن ونميها أكثر وأكثر، وطبعا كل ما تقدم الواحد بالعمر فصار باحترافية أكثر. فبذكر إنه من بين العناصر اللي كانت مؤثرة فيني كتير هي الأهرامات المصرية،
وهي تركت أثر كبير في أسلوبي وفي فني. وإذا بتتابعوا بعض من أعمالي بتلاحظوا إنه الأهرامات هي موجودة كعنصر رئيسي في أعمالي، وبخاصة الأعمال التعبيرية. طبعا مثل ما كلنا بنعرف إنه المدارس على اختلافها وعلى تنوع المذاهب الفنية، بدءا من الواقعية إلى الكلاسيكية إلى السوريالية، وطبعا المذهب السوريالي كتير أثر فيني. فبتتنوع أساليب الفنانين، وكل بس كل فنان له بصمته وله لمسته. فأسلوب الفنان طبعا بيختلف. أو إذا أخذنا مثلا مثال إنه ممكن ناخد لوحة واقعية أو ناخد عنصر ونوزعه على عدة فنانين، فكل واحد له أسلوبه الخاص اللي بيخرجه فيه. كمان نفس الشيء بالنسبة إلي، كنت أشتغل على الأسلوب الواقعي بشكل كبير، وكنت متميزة بهذا الموضوع، وبحب الدقة. يعني بحب إنه أشتغل لوحاتي بدرجة واقعية قريبة من دقة الكاميرات أو كذا، ولكن حبيت أترك لمستي بهي اللوحات. فكنت متأثرة بالفنان كتير سلفادور دالي، وحاولت إني أقتبس شوي من أسلوبه، وكنت كتير مطلعة على أعماله. فأخرجت مثل ما عندكم شايفين في معظم لوحاتي أخرج المواضيع اللي كنت أتناولها في لوحاتي بين الواقعي ومزيج شوي من السريالي. بالإضافة إلى عنصر تاني كمان كتير أثر فيني، هو راقصة الباليرينا. فبذكر إنه كيف تموجات الشرايط بإيدها، كيف رقصاتها على الموسيقى، كيف حركاتها الرشيقة، كمان كتير تناولتها بمواضيع الفن. تابعت بالمرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة كمان ما وقفت عن الرسم لحظة، وحاولت قد ما فيني أوصل إلى مراحل متطورة. فكنت بذكر إنه أشتغل بمعارض في كليتي، في كلية الزراعة. دائما كنت شارك بالمعارض والنشاطات الثقافية. شارك بالمعرض اللي تابعة للقضية الفلسطينية، أو المعارض التابعة للأمم المتحدة واللي بتتمركز حول القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب والمسلمين إلى يوم الدين. وبذكر إني كنت كمان سباقة، وكان عندي شهادات الحمد لله من عميد الكلية ومن أساتذتي ودكاترتي في الكلية، وكانوا يثنوا علي وكانوا يشجعوني بهذا المجال. والحمد لله تابعت ما وقفت حتى من بين المفارقات بعد ما تخرجت من الجامعة. فبذكر إنه كان دكتوري يقول لي إنه كنتي دائما تحضري محاضراتنا، بس إنه ما كنت كتير تركزي بالمحاضرة. فلما شاف دفتري يشوف إنه أول كم محاضرة مسجلة على الدفتر والباقي كله رسمات. فكنت قلت له للدكتور هذا هو سر إني كنت أحيانا أقصر بشي مادة أو ما رفعها أو هيك. ورغم الشيء الحمد لله يعني تخرجت بمعدل جيد جدا، وتابعت حياتي المهنية وحصلت على شهادات، واشتغلت في مراكز وصيدليات زراعية، وحصلت على شهادات خبرة وشهادات ترقية. بعد ما تخرجت من كلية الزراعة، دخلت في معهد الفنون الجميلة تابع لكلية الفنون الجميلة، ودرست سنتين وتخرجت بمعدل جيد جدا الحمد لله. واختصيت في مجال التصوير SAT. وهون مثل ما بيقولوا كانت الشرارة الأولى لانطلاقتي الفنية. فبذكر إنه أول معرض جماعي كان إلي لزملائي وزميلاتي في معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية عام 2012، بحضور وزير الثقافة وبحضور النقاد وبحضور المختصين في مجال الفن والأساتذة والدكاترة. وكان معرض ضغط إعلاميا الحمد لله ونال إعجاب الجميع. بعد المنة بلشت في مجال المعارض، وبذكر تقريبا قمت بمعارض على مدى 12 سنة اللي كانت في أكثر من أكثر من 18 مركز ثقافي في دمشق وريفة، وغطيت بعض المحافظات السورية. ولكن الأزمة والحرب اللي مرت فيها بلادي كانت كتير صعبة، وتقريبا شلت الحركة الفنية في سوريا. وبالإضافة إلى أزمة الكورونا اللي تقريبا قطعت منها التواصل الاجتماعي بشكل كامل. فصرنا نلجأ لشيء اسمه المعارض الإلكترونية أو المعارض الافتراضية. هاي المعارض بتصير عن طريق الإنترنت، وشاركت بأكثر من 12 منتدى ومعرض افتراضي وواقعي خارج البلد. فكنا نبعث أعمالنا على مجموعات، وكان في لجان تعرض عليها الأعمال وطريقة عملنا، ونبعث فيديوهات قصيرة فيشوفوا أعمالنا ويشوفوا طريقة شغلنا.
ويوافقونا على اللوحات، وهن ينتقوا اللوحات ويعطونا يبعتونا شهادات تقدير وشهادات شكر. والحمد لله تركنا بصمة وعملنا اسم في هذا المجال.
الحمد لله إنه فرجت شوي على بلدي الحبيب سوريا، صار إنه بلشت المعارض في المراكز الثقافية أو المراكز العربية الثقافية. فبذكر إنه أول معرض جماعي كان إلي لزملائي وزميلاتي في معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية عام 2012 بحضور وزير الثقافة وبحضور النقاد وبحضور المختصين في مجال الفن والأساتذة والدكاترة. وكان معرض ضغط إعلاميا الحمد لله ونال إعجاب الجميع. بعد منا بلشت في مجال المعارض، وبذكر تقريبا قمت بمعارض على مدى ال 12 سنة اللي كانت بأكثر من أكثر من 18 مركز ثقافي في دمشق وريفا، وغطيت بعض المحافظات السورية. ولكن الأزمة والحرب اللي مرت فيها بلادي كانت كتير صعبة، وتقريبا شلت الحركة الفنية في سوريا، وبالإضافة إلى أزمة الكورونا اللي تقريبا قطعت منها التواصل الاجتماعي بشكل كامل. فصرنا نلجأ لشيء اسمه المعارض الإلكترونية أو المعارض الافتراضية. هاي المعارض بتصير عن طريق الإنترنت، وشاركت بأكثر من 12 منتدى ومعرض افتراضي وواقعي خارج البلد. فكنا نبعث أعمالنا على مجموعات، وكان في لجان تعرض عليها الأعمال وطريقة عملنا، ونبعث فيديوهات قصيرة فيشوفوا أعمالنا ويشوفوا طريقة شغلنا ويوافقونا على اللوحات، وهن ينتقوا اللوحات يبعثونا شهادات تقدير وشهادات شكر. والحمد لله تركنا بصمة وعملنا اسم في هذا المجال. بعد ما الحمد لله إنه فرجت شوي على بلدي الحبيب سوريا، صار إنه بلشت المعارض في المراكز الثقافية أو المراكز العربية الثقافية. ولكن كان بشكل عام الفنانين بحالة حزن من الشيء اللي صار من الحرب اللي صارت ببلدي سوريا. وكان مأثر هذا على الشيء كتير واضح، ظهر في لوحاتهم مأثر على نفسياتهم كتير. ولكن كنا نفوت على المعارض يعني نحس بالحزن ونحس بالاكتئاب ونحس هذا الشيء لأنه موجود جواتنا من دون نحن ما نحسه. يعني كنا نلمس هذا الشيء بكل لوحات الفنانين بشكل عام. فقررت أعمل شيء أكثر هالنمطية اللي نحن عم نمر فيها، وقررت أعمل معرض فردي بالألوان. ولكن هي تجربة كانت جريئة شوي وكنت خايفة كتير إني أقوم فيها. فبذكر إنه أول معرض فردي إلي كان بال 2017 في المركز الثقافي العربي في بلودان، وتطرقت لمواضيع عديدة ولكن بالألوان، الألوان الفاتحة، ألوان الطيف المرئي، ألوان قوس قزح. تناولت موضوع الخيل العربي، تناولت موضوع الطبيعة، تناولت مواضيع البورتريهات، تناولت مواضيع تعبيرية. حاولت إني أترك بصمة أو أعمل شيء جديد في مجال المعارض مشان أكسر هاي النمطية اللي نحن كنا عايشين فيها. فكنت خايفة من هاي التجربة بصراحة، ولكن الحمد لله يعني شجعوني أساتذتي ودكاترتي وكانوا يراقبوا أعمالي، والحمد لله كانت الموافقة عليها بشكل كتير كبير. شاركت تقريبا بحدود ال 48 لوحة بقياسات مختلفة وبخامات مختلفة، منها الزيتي ومنها الحبر ومنها الجرافيك ومنها الجواش والباستيل. المواضيع كانت كتير متنوعة. بذكر إنه المعرض وقت كان الافتتاح وبحضور عدد من المسؤولين وتغطى إعلاميا من التلفزيون السوري والصحافة السورية، كنت كتير ملبكة وخايفة لما كان أمين شعبة الحزب عنا في المنطقة كان عم يقص الشريط وقت الافتتاح. كنت عم برجف يعني وعم أقول يا ربي إنه بس يفوتوا المتلقي أو المشاهد إنه يترك هيك أثر حلو في نفسيته. والحمد لله نال إعجاب الجميع، يعني خوفي الحمد لله تحول لفرح، ولقى استحسان كتير كبير من الأشخاص. كان موجود دكاترة من كلية الزراعة ومن كلية الفنون الجميلة، كان موجود مهندسين، كان موجود أطباء وصيادلة، كان موجود من كل فئات المجتمع. فأنا بحب أنه معارضي تكون مناسبة لجميع الفئات، يعني تكون لوحاتي مفهومة بالنسبة للجميع. والحمد لله لاقى إعجاب كتير، وحتى بذكر إنه في لوحات كتير أخذت اقتنيت من مجموعتي، ولحد هلأ موجودة في بيوت عريقة وفي بيوت مرموقة وفي مراكز موجودة كتير مهمة.
بعد منا طبعًا المعارض الجماعية ما باحسن عدّها لإنه هي كتيرة. في معرض جماعي في المركز العربي في أبو رمانة عام 2021، معرض جماعي في المركز الثقافي العربي في كفر سوسة في عام 2019 و2023، معرض جماعي في المركز الثقافي في العدوية عام 2019. معارض كتير. تقريبًا غطينا المراكز الثقافية الموجودة في دمشق وريفا وفي قسم من المحافظات السورية، والحمد لله كانت لوحاتي تنال إعجاب الجميع. وبفضل رب العالمين أولا ووالدي اللي كان يعلمني الرسم من وقت اللي كنت صغيرة. على فكرة والدي هو خطاط عربي، كان يعلمني أنواع الخطوط العربية من الديواني للفارسي للثلث للرقع والنسخ والكوفي وكل أشكال الخط العربي، وكان يخرج الخط العربي بلوحات رائعة. الحمد لله يعني أسس فيني حب هي المادة وحب الرسم، وكان هو بإيده الله يخليه لي إياه يشتري اللوحات والألوان وقت كنت صغيرة. فبخلاف كل الأطفال كنت الأطفال بيحبوا يلعبوا بيحبوا يروحوا ويجوا كذا، أنا أجيب ألواني ودفاتري وقرطاسيتي وأقعد أشتغل باللوحات وبالألوان، وهي كانت متعتي وما زالت. ومثل ما بيقولوا إنه هي هونت علي كتير في حياتي. بعد منا الحمد لله عملت معرض كمان فردي بال2018 وال2019 في المركز الثقافي العربي في الميدان في الشام، وكانت كمان موضوع متنوعة وخامات وقياسات مختلفة. مثل ما انكم شايفين أنا لوحات بشتغلها بخامات مختلفة مشان تنال إعجاب الجميع، وباخذ المواضيع اللي بتكون قريبة من الناس، يعني بتكون بطلب من الناس إنه أنتِ مثلًا وسام ارسمي لنا هذا الشيء، نحن بنحب مثلًا الخيل العربي، بنحب الطبيعة الصامتة، بنحب المناظر الطبيعية. فكنت بناءً على رغبة الأشخاص بنفس الوقت بشيء أنا مرتاحة له، أنا شيء باحب أرسمه، شيء يعني بيخلّيني أستمتع وأنا عم برسمه، بنسى الهموم، بنسى الحرب اللي كنا معيرنين فيها والظروف الصعبة جدًا، إن شاء الله يفرجها علينا وعلى جميع البلاد العربية والإسلامية يا رب. الحمد لله حصلت على شهادات، حصلت على ميداليات، حصلت على ترقيات، نلت شهادات شكر وشهادات ترقية وجوائز تقديرية، والحمد لله ما زلت مستمرة في هذا النشاط، وإن شاء الله بإذن الله ما حأتوقف نهائيًا. بحب أشكر المخرج المتميز والمتألق إسماعيل بكر اللي أتاح لي الفرصة إني أطلع معكم بهذا البرنامج، برنامج جالوري حول العالم، وبحب كون ضيف خفيف عليكم، وإن شاء الله يا رب نكون نحن مستمتعين معكم، وإن شاء الله إلنا لقاءات تانية. يا رب تكونوا استمتعتوا شوي بهاي الحلقة، وإن شاء الله ما نكون تقال عليكم. وشكرا كتير لكم، وشكرا للقناة المصرية السابعة، شكرا لقناة الصعيد، شكرا لبرنامج جالوري حول العالم، وشكرا للمخرج المتميز والمتألق إسماعيل بكر. يعطيكم العافية.